وصفتنا النهارده من الوصفات الحلوه المميزه جدا اللي هتعمليها بسهوله. انت تحسيها كده معقده طالعه ازاي كده، بس لا. النهارده هنعمل وصفتنا بمنتهى السهوله، حلوه قوي، سهله، بسيطه، مكوناتها بسيطه جدا. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسيش اللايك للفيديو. وبعد كده هنبدا معانا بالشربات. اول حاجه عندي هجيب الحله اعمل فيها شربات، هنزل فيها بكوبايتين سكر، كوبايه ميه، عصير نص ليمونه. الشربات عندي ده شربات تقيل، برفعه على النار من 6 ل7 دقايق، 8 دقايق بالكتير بيبقى الشربات عندي تمام، على نار متوسطه. هجيب بقى البوله بتاعتي فيها 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره من السكر، ورشه من الملح. وهنزل عليهم كمان بتلت كوبايه من السمنه السايحه. انا مسيحه السمنه واستخدمت سمنه بلدي، تقدري تستخدمي اي نوع سمنه، وتقدري تستخدمي زبده كمان. وهبدا اقلب السمن كده مع الدقيق لغايه لما كله يتغلف مع بعض ويبقى عامل زي حبات الرمل كده. مهمه جدا الخطوه دي. ولو وصلنا لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتنزلي تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وبعد كده هبدا اعجن فيها. عندي كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه، اخدت معايا كوبايه الا ربع. بعد كده قسمت العجينه على نصين. لا، انا ما استخدمتش لا بودر ولا خميره عشان تبقوا عارفين. هغطيها واسيبها ترتاح معايا، مهمه جدا ان انا اسيبها ترتاح، يعني مش اقل من ربع ساعه. بعد كده هجيب سطح العمل بتاعي وهبدا اديله رشه كده من النشا. انا بستخدم النهارده في الفرد النشا. هاخد نص العجينه وهبدا افردها بالشكل ده، وادي كمان رشه نشا على وشها، ده مهم جدا. وهبدا افردها معايا، بتتفرد معايا بمنتهى السهوله والبساطه. مفيش اسهل من كده لان العجينه مرتاحه عندي، العجينه معجونه صح ومخدومه صح. بفردها بالشكل ده بمنتهى البساطه. اول ما يبقى عندي سمكها تقريبا حوالي نص سنتي او اقل سنه كمان، هبدا ان انا ادي وشها رشه من النشا كمان. الخطوه دي مش واضحه في الفيديو، انا اديت مسحه كده للوش كمان برشه نشا. وهبدا الفها رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واكون مجهزه جنبي الفرشه بتاعتي وطبق فيه ميه علشان امسح الحرف بتاعها قبل ما اقفل العجينه، عشان لو قفلتها كده الحرف مش هيمسك معايا وهتفك مني. بالشكل ده كده، وهبدا اقطعها تقريبا سنتي، سنتي ونص، الحجم اللي انت حباه. هقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سهله جدا. طبعا وصفتنا النهارده اسمها الشبكيه. الشبكيه دي من احلى الوصفات ومن اطعم الحاجات اللي انت ممكن تعمليها. شايفه هنا التوريقات باينه ازاي؟ انا لسه ما فردتهاش والتوريقات فيها ما شاء الله. ببدا كده اخد واحده واحده، بديها ضغطه بايديا وابدا بالنشابه اديها فرده كده خفيفه، يعني مش بتبقى رقيقه قوي، بمنتهى البساطه. شايفين بتبقى عندي بالشكل ده كده، سهله جدا وبسيطه جدا. ما بتاخدش مني وقت خالص، بس من الحاجات الحلوه قوي وطعمها حلو قوي قوي، لازم تجربيها. نص العجينه عمل عندي الكميه دي كلها. يعني انت لو حابه تستخدمي نص المقدار بس، جربي في نص المقدار هيطلع معاكي كميه حلوه جدا. عندك عزومه بقى، عندك ناس كتير، اعملي المقدار كامل، طلع حلوه جدا جدا. هنزل بقى بيها على طول في زيت سخن. ببدا انزل كده، ما احطش كتير في الطاسه، يا دوبك على قد الطاسه بالظبط. وبالمعلقه باخد بالزيت من الزيت السخن واحط فوق الشبكيه بتاعتي بحيث ان هي تفتح معايا، اساعدها على التفتيح والتوريق معايا. بكون طبعا الشربات عندي لازم يكون بارد تماما وشربات تقيل. وباخد على طول بنزل في الشربات. طيب لما بنزل بيها في الشربات، لازم الشربات عندي ما احطش الكميه كلها. يعني انا مثلا حمرت 5 مع بعض، لا، احط 2 2 3 3 على قد الشربات عندي. ما كترش عشان تتكسر معايا ودايبه جدا وهشه جدا. بالشكل ده كده هبدا احطها في الشربات، بديها تقليبه، بشيل الشبكيه عندي في مصفى ولا حاجه، اصفي الشربات الزياده اللي فيها وابدا اقدمها معاكم. انا بقى في النقطه دي النور قطع عندي، فقلت لا، يلا بقى اخد حاجتي واطلع على البلكونه. طلعت على البلكونه اصور، بجد مفيش احسن من نور ربنا في التصوير بصراحه. يعني بفكر بقى اعمل ركن كده للتصوير عندي في الجنينه او في البلكونه، واصور منه ان شاء الله. تصوير طالع واضح جدا، بتصور الحاجه كده بدقه عاليه زي ما بيقولوا. شايفين الشبكيه بتاعتي مورقه هشه، والله قعدت يوم واتنين، يعني زي كانك لسه عاملاها دلوقتي. هشه جدا، طعمها حلو قوي قوي قوي. من الوصفات اللي بجد لازم تجربيها وعلى ضمانتي. وما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت، والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما تعودنا طول ما احنا شغالين بنستغفر ربنا، نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وذكر ربنا في بقنا. مش عايزة أقول لك الحاجة بيبقى فيها بركة. جربيها وهستنى رأيك في الكومنتات. والله العظيم جربي، يعني زي ما بقولك كده، بركة فعلا ما حصلتش. تلاقي الحاجة ضعفت معاكي، تلاقي الحاجة ماشية معاكي حلوة قوي، الوصفات طالعة معاكي جميلة جدا وطعمها حلو، بتلاقي حتى اللي بياكل منها بيبقى مبسوط منها. يا رب ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير علشان الفيديوهات توصل لكل الناس، وان شاء الله مكملين مع بعض.